من نص اسبانيا جبنا لكم حلا تشوروز من الاخر. شوفوا ما احلاه، مقرمش بجنن. شوفوا الوصفة بالكاملة وتابعوها كلياتها وتنبسطوا فيها. الله يسعد ايامكم يا حبايب القلب. اليوم وصفتنا من اسبانيا هي شو؟ تشوروز. هي الحلا هذا انشهر كتير بالبرتغال وباسبانيا. وهذا الحلا يعني هو شو بيكون؟ هلا كثير الناس بتخربط بينه وبين كرابيج حلب. كرابيج حلب بيفرق كليا عنه. وهذا الوصفة هاي تفرق كثير عن كرابيج حلب. كرابيج حلب بحطولها خميرة وسمين، هاي لا، بس فيها عنا كاسة طحين، كاسة مي، معلقة زبدة، هون معلقة سكر ومعلقة فانيلا. هلا هي عيارها كثير بسيط وكثير سهلة. وهلا في لسه لها بس شغلة بسيطة هي البيض. كتير طيبة وهلأ الشتوية بامتياز. وشوفوها ما أحلاها، وصفة بتجنن. وهي واحد طلبها مني بده إياها من شو؟ من اسبانيا. قلنا له شو؟ أبشر بدنا نسوي لك إياها كرابيج حلب، بس عاملة حالة أجنبية. بنسويهم مع بعض سهلة وسريعة. يلا عنا بنجيب المي، نحط عليها الزبدة، مكوناتها سهلة وموجودة بالبيت، والسكر والفانيلا مع بعض، ومنشغل عليهم الغاز. هيك بعد ما غلى معنا بنحط عليهم كاس الطحين ونبلش فيهم تقليب. هلا هي على فكرة نفس العجينة، تقريبا نفس على عيار عجينة الكلير. يعني هي من نفس الوصفة ياخدينها، بس هديك بتنشوها هي بتنقلى تزبط معنا القوام. هيك هلا نرفع الأخير، نطفي عليه الغاز، نضل منقلبها لحتى يروح معنا يتجانس كامل الطحين. شايفين؟ بدنا شو؟ يتجانس معنا الطحين كامل. عجينتها كتير سهلة وسريعة واقتصادية. وهي قلتلكم من اسبانيا كثير مشهورة، بعدين اخدوها البرتغال وصاروا يحشوها من جوا نوتيلا. وهي بتكون شو؟ من جوا طرية من برا مقرمشة. شايفين ما احلاها؟ هيك عجينتها كثير حلوة وكثير سهلة. شايفين؟ هيك العجينة صارت معنا 100%. هلا بس شو بدنا نساوي؟ بس تبرد شوي، بعد ما ننزل عليها البيض بس نبردها شوي. لا تنزلوا البيض وهو سخن. معنا شو بدنا نحط لها؟ هلا هون عنا بيضة. هلا اذا كانت البيضة عندكم كبير بتحطوا بيضة، اذا كانت بيضة صغيرة بتحطوا بيضتين. يعني في ناس بتقلك ما زبطت معي ببيضة، وفي ناس بتقلك بيضة وزيادة. انا هي اعطيتكم اياها، هي المعلومة. انتو بقى تصطفلوا انتو بياعين البيض، كل واحد خليه بالغليغه. شايفين؟ ومنضل منحركها ومنقلبها، منحركها ومنقلبها لحتى شو؟ تنهرى ايديكم. ممكن تاكلوا اكلة طيبة. بده ياكل اكلة طيبة بالشتاء ويدفى، هاي الاكلة دوا. هي تشوروز، او هي كرابيج حلب عاملة حالها شو؟ تشوروز. يعني كرابيج حلب اجنبية. هيك بدي اياه القوام يطلع اخر شي، يعني هيك يكون مطاطي. شايفين؟ هيك بدي اياه، هيك القوام 100%. اكتر طرية وبتصير شو؟ بالزيت تعمل هيك تبرش. يعني هذا القوام بضل جامد، جامد من برا، يعني طري قاسي من برا من جوا طري. هيك بدي اياه، ما يطلع كله طري. اذا كانت حاطين له بيض زيادة، اذا انتو البيضة اللي عندكم مثل ما قلت لكم على حجم البيض كبيرة بنحط بيضة، صغيرة بنحط بيضتين. هسا اذا انتو لقيتوه حطيتوا مثلا بيضتين ولقيتوها طرية، بس تعطوها شوية طحين هي وهيك برشة وبتحركوها بس، ما بدها شي غيره. وهلا بدنا نصبها. بس شوفوا في شغلة للصب، هدول الاكياس لازم تجيبوا منهم. الاكياس النايلو
من كتر هاي مقاسية ضغطها عالي، هاي بتطلع بتطق معكم ما بتزبط، لازم تجيبوا هدول الأكياس، يعني ما بتزبط كيس نايلون ولا كيس مونة ولا بأي شي. وبتجيبوا صاج، نقول إياها، بتجيبوا صاج وبتحطوا عليه ورق زبدة وبتقطعوه هيك، شايفين؟ لأنه هاي بدها تنزل بالقلي بالزيت، لازم نمسكها ورق زبدة ونحطها بالزيت. بلش فيها، نعبي الكيس، شايفين شلون؟ تمسكوه هيك وبنساوي هيك قرب شوي. انتو الحجم اللي بدكم اياه. هلا انتو ما طلعت معكم، بتجيبوا مقص، على المقص وتقصوها هيك، شايفين محلاها؟ لا بدكم اياها كبيرة ولا صغيرة، هيك. بنعيدها كمان مرة. بتساووا مثل هيك، بتضلوا بتساووها هيك. والورق الزبدة قطعوه قبل ما تحطوا، لأنه إذا حطيتوه بصير بغلبكم، حطوا له شوية مي عادي ما بيصير. شايفين هيك. وهيك بنساويهم كلياتهم وحدة وحدة على ما لنا مستعجلين. تكون أكلة شتوية يعني بامتياز. يلا هلا هون بيكون محمي معنا الزيت، وعنا هون سكر، يعني انتو قد ما بدكم، بس معلقة قرفة واحدة مشان نحركهم، بس لازم نصفيها شوي، لأنه إذا حطيناها من هون دغري لهون بتفشفش ومو طيبة. لازم نصفيها شوي مشان تضل فيها القرشة بعدين نشتغل فيها. بنقول بسم الله. شايفين؟ ما بدها شي سهلة، يعني لا تخافوا منها، تعملوا لها هيك جبتوا الورقة فيها عادي. شايفين؟ هيك ما بدها شي. ونحركه مو كتير كمان حامي زيت ولا بارد. شايفين؟ هذا القوام اللي بدي اياه، شوفوا ما احلاها، بتجني. لازم نصفوها شوي وبنشتغل فيهم هيك على من مالكم. بتحطوا فنجان القهوة وبتعطوا شو تتسلوا فيه. شايفين ما احلى المنظر؟ هذا المنظر اللي وصى عليه الدكتور. ونبلش فيهم وحدة وحدة. يلا بعد ما قلينا هون شو بدنا نساوي؟ هيك مثل ما قلتلكم نصفيهم ولا نساويهم هيك. يعني شو نحن هاي بدنا اياها عشان شو تصير طعمتها مع القرفة كثير طيبة. شايفين؟ هيك بس لازم تصفوها، إذا فيها زيت ما بتزبط. يلا لا هيك بعد ما أمورنا تمام وبردوا وما أحلاهم. شايفين اللي على المنظر ما أحلاه؟ شايفين اللي ما أحلاه هيك؟ شوفوا ما أحلاه شو رز من الآخر. هلا هاي النوتيلا أنا مسوي لكم وصفات نوتيلا، بحط لكم إياها بالرابط شوفوها مشان تسووها بالبيت، أو أنتم بتسووا شوكولاتة وقناة الشوكولاتة. أعلمكم إياها في كثير وصفات سويت لكم إياها، ارجعوا الفيديوهات بتشوفوا، وأنا بحط لكم وصفة النوتيلا وسووها بالبيت. وهلا بنقول بسم الله. هلا أنا ما بدي آخذ وحدة طويلة مشان الدايت، إذا عجبتني نكسر الدايت، ما عجبتني ما بنكسر الدايت. أنا بناخذ وحدة صغيرة لأنه والله حلوة كثير يعني. وأنا حتى النوتيلا ما بدي كتير، بس مشانكم يعني هيك لقمة مشان الجمهور. بسم الله. مغرية، مو عم تقلك خذ كمان، بس شايفين هيك أنا بدي إياها تكون ناشفة من برا طرية من جوا، هيك تقروش هيك. والله مغرية. خلاص بضل عليهم خلصوا مستحيل. هيك وصفتنا صارت جاهزة، سويت لكم إياها، شوفوا ما أحلاها. تطلع معكم كمية بكاسة طحين وبكاسة مي ومعلقة سكر ويا بيضة يا بيضتين. انتوا تصفلوا انتوا بيضاتكم.
تشتغلوها ما أحلاها، بتجنن، سريعة وسهلة واقتصادية. شوفوا الوصفة وعملوا لي عليها لايك، وهي جبنا لكم إياها، واحد بعت لي من إسبانيا جبنا لكم إياها من إسبانيا. الوصفة الثانية اللي بيبعت لي نسوي له إياها إن شاء الله. ولا تنسوا كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان بالميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.